الرحيم. أهلي وأحبتي في بلدة نحلة الكرام، رئيس لجنة المجتمع المحلي والخدمات المحلية في بلدة نحلة، الأخ العزيز والنشيط اللي عهدته دائما في نشاطه وتميزه واندفاعه لخدمة أهله وبلده في كل مكان. أنا سعيد جدا أن أكون اليوم بيناتكم لافتتاح هذا المختبر، وأنا ما بدي أقول أنه هذا المختبر جاء بجهود شخصية، بل جاء بواجب، لأنه إحنا موجودين لخدمتكم ولخدمة كل أهالينا في أي منطقة من مناطق جرش والمملكة بشكل عام. ويأتي افتتاح هذا المختبر ويتزامن مع احتفالات الأردن بعيد الاستقلال، ونحن نعتز ونفتخر باستقلال بلدنا، ونعتز بقيادتنا الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. أهلي وأحبتي، احنا مراكزنا الصحية دائما نطمح انه نطور كل خدماتنا حتى نقدم افضل خدمة ممكنة، سواء في مختبر امومة طفولة، طب عام. اذا مستقبلا ان شاء الله تطور المختبر المركز واصبح مركز شامل، اذا لقينا ارض وتعمر في مركز يعني اصبح مركز خلينا نقول حكومي، ممكن نقدم فيه جميع الخدمات اللي ممكن نطورها من اطباء اختصاص في المستقبل إن شاء الله. أما بالوقت الحالي أنا بوعدكم إني إن شاء الله أطور قد ما أقدر، زي ما تفضل الأخ الشيخ، إنه خدمة الأمومة والطفولة يعني مش عارف شو ناقصها كان هو حاليا، شو بدك نطور فيها أكثر يعني. يعني هي ما فيها جهاز وأتوقع مختص فيها إن شاء الله. الالترا ساوند احنا يعني مش العائق الجهاز، احنا عندنا العائق، ما عندناش اخصائيين اللي نعم بس بدلوا قابلة بقابلة. طلعت كلام من عندنا وجابوا خديجة كانت في المستشفى 10 سنين. لا بس احنا الخلاف مين بده يقرا الجهاز، يعني جهاز دكتور مين بده يفحص على الجهاز الترا ساوند القابله ممكن تركب لوالد ممكن يعني، اما احنا الفحص على الجهاز هو المشكله، مين بده يقرا الجهاز. يا سيدي لو خصصتونا دكتور بالاسبوع لو يومين لهالعياده او يوم. احنا حاليا موجودين عندنا اخصائي نسائي واحد كل المحافظه، بغطي مركزين شاملات، بغطي حاليا مركز صحة الرازي وبغطي جرش الشامل، فهو الوحيد اللي عندنا، والخدمه هاي مقرره للمراكز الشامله. بس انا ما عندي مانع اذا قدرنا مستقبلا نوفر جهاز التعاون على المستشفى يعني لو يوم بالاسبوع يوم بالاسبوع ما عندنا مشكله يعني، مركزكم غير مراكز. بس احنا مرات المشكله انه يعني بنتقيد بعض الأنظمة يعني تجبرنا، يعني أنا ما بدي أحملكم جميل على المختبر، كنت حكيت دكتور فطين ولا جاي البارحة جانا كتاب بعدم الموافقة على فتح المختبر بنحلة، قلت له خلهم يجوا يلحقوني، احنا اليوم افتتحناه. يقولوا ما عندنا أجهزة بالمبسوطة على موازنة 2014. قلت لهم برشدوا ما عليكم، والمختبر اشتغل فلذلك ان شاء الله اذا قدرت اي شيء نطوره، سواء تسمح الانظمه ما بتسمح فيه انا جاهز، ما عندي مشكله. يعني حتى ما اطيل عليكم، انا اعتبروني واحد منكم وموجود لخدمتكم، واي شيء بدكم اياه مكتبي مفتوح، تلفوني مفتوح، واي وقت بالليل بالنهار انا جاهز لتقديم الخدمة ومساعدتكم بأي شيء. وشكرا لكم وشكرا على استقبالكم وشكرا على يعني قعدتكم لطيفة، وهاي أنا بعتز وبفتخر فيها إنه أنا أكون بين أهلي وناسي في بلدة نحلة، وإن شاء الله إنه إحنا دائما نضل على تواصل، والله يعطيكم العافية. وأنا زي ما قلت لكم مرة ثانية اعتبروني واحد منكم.